على إثر نشر أحد المواقع الإلكترونية لمقال يمس الشخص وسلوك اللاعب الدولي المغربي زكريا أبو خلال أثناء مشاركته صحبة النخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم قطر 2022، تنفي الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نفيا قاطعا الاتهامات الباطلة التي طالته في هذا المقال، حيث أبان اللاعب عن سلوكه مثالي إلى جانب زملائه من أجل تحقيق نتائج مشرفة للنخبة الوطنية في هذا المحفل العالمي. وإذ تعبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم عن إدانتها الشديدة في تعاطي هذا الموقع الإلكتروني مع شخص وسلوك اللاعب زكريا أبو خلال، ومن خلاله لصورة المنتخب الوطني بكل فعالياته، كما تؤكد أنها ستلجأ إلى المساطر القانونية لحماية أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم، دحض كل ادعاءات باطلة تمس سلوكهم أو حياتهم الشخصية